في قضية الصحراء المغربية، حيث قال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال إن جولة المحادثات التي احتضنتها العاصمة الأمريكية واشنطن مطلع الأسبوع الجاري هي ثالث اجتماع على المستوى الوزاري يعقد منذ يناير الماضي في إطار شراكة وثيقة مع الولايات المتحدة بصفتها حاملة قلم ملف الصحراء داخل مجلس الأمن. بتعاون وثيق مع الولايات المتحدة بصفتها الجهة المسؤولة عن ملف الصحراء في مجلس الأمن، شارك ستافان دي ميستورا المبعوث في رئاسة المحادثات في واشنطن، وذلك في 23 و24 فبراير. وقد شارك في رئاستها السفير مايك والتس الممثل الدائم للولايات المتحدة، وبدعم من كبير مسعد بولوس. كان الاجتماع الوزاري المشترك الثالث بشأن الصحراء منذ يناير. شهدت المحادثات مناقشات معمقة على أساس مقترح المغرب بشأن الحكم الذاتي وفقا لقرار